طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذ شريف شدوى، نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. اهلا بيك، ازيك يا سعد؟ ازي حضرتك؟ اهلا عامل بيك، ايه؟ دايما منورنا مسعد في المصراويه. مسعد كابتن فادي عليه ده طبعا، صديق الكابتن حبيبي. بتاعنا، ازيك يا كابتن شريف؟ النادي المصري. ازيك يا حبيبي؟ ربنا ازي يخليك صحتك؟ كابتن. ازيك يا ازيك حبيبي؟ يا كابتن؟ كل سنه الله وانت يخليك طيب. كابتن. يعني طيب يا كابتن. في البدايه ومعانا طبعا كابتن عاطف انديل بيمسي على حضرتك. كابتن عاطف ابن النادي وراجل مخلص ويحب النادي طبعا. الله ازيك يا يخليك كابتن يا عاطف؟ مستر شريف، ازي صحتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا بنهنيكم في البدايه بالفوز على حرس الحدود، وطبعا بنهني الشعب البورسعيدي والجمهور البورسعيدي كله. طبعا الحمد لله، ربنا يخليك. هم طبعا 3 بونت كانوا مهمين جدا، لان دي دفعه معنويه لماتش الزمالك ان شاء الله. واحنا الحمد لله مركزين في الفتره ديت، وربنا يوفق ان شاء الله. اديك شايف النادي المصري الحمد لله على قمه الدوري، كان اول امبارح طبعا، وماتش الزمالك بيننا وبينه بونت. فان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله تبقى ب6 بونت بالنسبه لنا، وان شاء الله الفرقه مركزه في الكلام ده، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. يعني سريعا كده عايز اعرف اسباب استقاله الكابتن محمد عاشور من قطاع الناشئين. لا، هو الكابتن محمد عاشور اعتذر عن تكمله المسيره. هو الاسباب هو محتفظ بيها. فطبعا كان لازم ان احنا نوجد بديل طبعا. عيننا الكابتن مجدي الشناوي برضه من ابناء بورسعيد المخلصين ومدرب كفر وراجل محترم يعني. تمام استاذ شريف، يعني ننتقل لموضوع تاني. وكنا لسه بكلم مع كابتن فؤاد عن حارس المرمى، ويمكن كان في كلام كتير عن حارس المرمى، واتكلمنا عن عبد المنصف في فتره وعن عواد في فتره قبلها. في الوقت الحالي هل في كلام عن حارس مرمى يجي النادي المصري؟ والله اقول لحضرتك حاجه، الحته ديت متروكه، الامور الفنيه ديت متروكه للجهاز الفني. احنا كمجلس اداره بننفذ تعليمات الجهاز الفني، لان ده اسلوبنا من اول بدايه الموسم. انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. تمام. فهو لو الجهاز الفني شايف ان هو محتاج حارس مرمى، اكيد هنوفر له حارس مرمى، ومحتاج لعيب في اي مركز اكيد هنوفره له يعني ان شاء الله. اهم حاجه في فلوس، في فلوس يا استاذ شريف. يعني الجهاز الفني هيجي يقول لك هات. والله اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا حته فيه فلوس ومش عاجبني طبعا الكلام اللي كنت انت مستضيف برضو ناس قبل كده في البرنامج. تمام. وقعدوا يقولوا مش عارف مين بيصرف على النادي ومين بيصرف على النادي. الكلام ده طبعا غير حقيقي. الديل اللي احنا عاملينه او العقد اللي احنا عاملينه مع الشركه الراعيه، احنا نادي من ضمن انديه الدوري الممتاز، ومن اعرق الانديه الموجوده وافضل من الانديه الموجوده. فمن حقنا ان احنا نوجد موارد ماليه للنادي، سواء عن طريق راعي او عن طريق شركه دعايه او عن طريق مستثمرين. وغير كده كمان احنا كمجلس اداره الحمد لله رب العالمين، من اول رئيس المجلس لاصغر عضو عندنا مفيش حاجه، مفيش متاخرات في النادي. قابضين الحمد لله كل اقساطهم، قابضين كل مكافاتهم، ولهم مكافاه سموحه بس. الجهاز الفني طبعا كل طلباته كل احتياجاته كلها احنا بنلبيها له. انما انا مش عاجبني حته بقى ايه، اصل في فلوس مش في فلوس والكلام ده. تمام. الكلام ده شغل مجلس اداره. مجلس اداره رجال اعمال، ناس محترمه، عارفين المسؤوليه اللي في ايديهم ايه، فاهمين هم بيعملوا ايه. كل واحد فينا ماسك ملف معين مسؤول عنه بيبحث فيه. احنا شغالين ليل نهار في مصلحه النادي المصري. انما كون ان حد يطلع يتكلم بقى عن النادي في فلوس. استاذ شريف، هو كل واحد بيجي يقول وجهه نظر، بس طبعا ليكم دايما لا، وجهه نظر تبقى بدلائل بعد اذنك. انا وجهه النظر اللي بيطلع حد يقولها في البرنامج يبقى معاه، يبقى ماسك دلائل، يبقى في ايده دليل ان في حاجه احنا مقصرين في النادي في حاجه، او ما يطلعش هاجم مجلس اداره واحنا الحمد لله ماشيين كويس. اللي بيهاجم مجلس الاداره واحنا ماشيين كويس ده راجل ما بيحبش النادي. انما اللي بيحب النادي لازم يدعم النادي في الفتره ديت، ولازم يدعم مجلس ادارته. الحمد لله احنا تحملنا المسؤوليه في وقت صعب جدا، والناس كلها شهدت بادائنا الحمد لله، والناس كلها عارفه احنا ايه. ارتقينا بالنادي المصري وارتقينا بلاعيبه النادي المصري. احنا عاملين تعاقدات تعدي 33 مليون جنيه للنادي، جايبين لعيبه على اعلى مستوى. فمش ده المقابل ان يطلع واحد يقول لك اصل مش عارف ايه بيصرف على النادي ومش بيصرف على اي واحد بيتكلم. احنا مش هنتكلم كلام مش هنرد على حد بمهاترات ملهاش اي اساس من الصحه. لان هو لما يجي النهارده يتكلم هو ليه مغزى في حياته في شخصيته. هو راجل بقى بيتكلم كلام مش مظبوط، الراجل عاوز يعمل مشاكل في النادي، عاوز يوقف مسيره النادي. لن نسمح لاي واحد ما بيحبش النادي ان يتدخل في شؤون مش شأنه. احنا مجلس اداره محترم، اي حد عايز يتكلم عضو جمعيه عموميه، اي حد، احنا بنحترم الجميع، بنحترم اعضاء الجمعيه العموميه. عايز يستفسر على اي شيء في النادي، عندنا ميزانيه معموله في النادي، عندنا مركز مالي، عندنا مدير نادي،
يتفاهم يتناقش معاه عايز يفهم في حاجه، احنا تحت امر اي حد. تمام يا استاذ شريف، وباكد على حضرتك كل واحد ليه وجهه نظر، واحنا بنعرض وجهات النظر. يا حبيبي احنا بنحترم وجهات نظر الاخرين، في فرق بين وجهه النظر وفي فرق بين ان انا ارمي كلام مستهدف او كلام مرسل. انا في فرق ان انا اختلق مشاكل، وفي فرق ان انا ابقى لي وجهه نظر. وجهه النظر احترم وجهه نظر الاخرين، وبنحترم وجهه نظر كباتنة الكبار، ولكن لا يصح ولا يجوز ان كابتن بحجم اي حد طلع مع حضرتك يقعد يقول النادي المصري اصل هم ما بيصرفوش على النادي. احنا الحمد لله دي امانه، والامانه دي في ايدينا ومحافظين عليها. مفيش حد عضو مجلس اداره بيتطلب منه ودايما لتقدم استاذ شريف. يمكن طبعا انا بشكر لحضرتك تواصلك معانا دايما، ويمكن اي سؤال او اي حاجه حضرتك بترد بيها ان كان طبعا ضد المجلس او مع المجلس، بس حضرتك دايما بترد. انا دي مش حاجه موضوع كويسه. ضد. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا مش موضوع ضد ولا مع. انت اكيد طالما ناجح هتلاقي ناس ضد. طبيعي، هتلاقي ده ناس فعلا. هتلاقي ناس طالما ناجح هتلاقي ناس كابتن فؤاد عايز يقول لك حاجه. اتفضل. مين اللي طلع قال الكلام ده في الوقت ده؟ والله يا كابتن فؤاد انا مش عايز اذكر اسمه لان هو طبعا راجل محترم. طبعا هو كابتن سمير التفاني طبعا كان الاسبوع اللي فات مستضيفينه، وكان عمال يقول اصل هم ما بيصرفوش حاجه، اصل المصاريف بتيجي مش عارف منين. بس هي ده اللي مزعلنا يعني بصراحه. مع احترامنا للجميع استاذ شريف، يمكن طبعا في اسئله كتير بتتبادر لذهن الناس، ويمكن عايزين نطمن طبعا على الفريق. عايزين نعرف فتره الانتقالات اللي جايه، هل في حد فعلا هيمشي من الفريق او حد شايفين ان هو ممكن يجي؟ هل في توصيات مع الجهاز الفني؟ يعني هل بيبقى لكم توصيات مع الجهاز الفني ولا انت تارك ده تماما للجهاز الفني؟ لا احنا طبعا بالنسبه للجهاز الفني هو ليه حريه الراي في سواء لعيب يمشي من النادي او يتعاقد مع لعيب جديد، لان هو الادرى فنيا في القصه ديت. احنا كاداره عليا لنا التنفيذ ولنا كل طلبات الجهاز الفني ان احنا نوفرها له. انما هو في طبعا بوبا طبعا للاصابه اللي حصلت له، فهو بوبا يعتبر خارج حساباتنا، لان طبعا عقده مع النادي عقد كبير مش عقد صغير، واحنا مش هنستفاد بيه لنهايه الموسم. فاحنا كاعضاء مجلس اداره او كمجلس اداره بالكامل ان شاء الله يعني هو بوبا يعتبر مستبعد من قائمه النادي في يناير. ومحمد اشرف؟ لا محمد اشرف مستمر معانا، بيننا وبين محمد اشرف عقد كامل. محمد اشرف مش هنفرط فيه، لاعب مميز ولاعب محترم. الكابتن طارق بيأهله وبيحضروا ان شاء الله للمباريات الجايه. زي انت شفت حضرتك محمد جمعه الباك ليفت، احنا الحمد لله بفضل الله ما بنيجي نتكلم في لاعب كوره بنجيبه بمواصفات معينه، والكابتن طارق طبعا المدير الفني هو اللي وجهه النظر بقى في اللعب، عاوز يلعب ده عاوز يلعب ده تبع خطته تبع المباراه اللي قدامه اللي بيلعبها. انا عايز اقول لك يا استاذ شريف، يعني هو اداء الفريق هو دايما هو الرد على اي حد واي منتقد ليك، فبالتالي انت مش محتاج ترد على اي حاجه. لا انا بعد اذنك كمان، انا اللعيب محمد جمعه ده معلش يعني انت عارف دي جزء من المكان من اللي انا لعبت فيه، لسه هنتكلم عليه كلام، لان فعلا الولد ده مشروع لعيب كويس. يا ربنا يخليك يا كابتن. الولد ده مشروع لعيب، لعبت في المكان ده طبعا يا كابتن، مشروع لعيب كويس، مشروع لعيب كويس. وبعدين يمكن انا كنت ليله ماتش الاسماعيلي هنا في بدايه الدوري وقلت ان مجلس الاداره خطط بدري وان الجهاز بكامل، ويا ريت نصبر على الكابتن طارق يحيى ونكمل لحد السيزون الاولاني، وبعد كده نقيم بعد 19 مباراه. والحمد لله النهارده انا لما اكون يعني حضرتك النهارده كسبان حرس الحدود ب6 بونت، حرس الحدود خسران بونت قدام دمنهور وقدام النصر. تمام تمام. فالنهارده الوضع ده ب 17 بونت وفاضل مباراه ما بين الزمالك وانبي، الثلاث احتمالات ليها. لا انا كده النادي بالنسبه ماشي بطريقه كويسه، ولازم كلنا، ويمكن انا قلت الكلام ده ليله الدوري ليله ماتش الاسماعيلي، نصبر على الجهاز لغايه ما لا نهايه. والحمد لله الوضع السنه دي غير الوضع السنه اللي فاتت خالص، موضوع مختلف. الحمد لله. شكرا ليك. اساله سؤال بعد اذنك. والله يا كابتن فؤاد ده كلام محترم، وده كلام احنا بنتمناه ان كل الرياضيين امثال حضرتك كباتن النادي المصري، طبعا انت راجل علامه مميزه في بورسعيد الله يخليك، عشان وده طبعا املنا في الناس المحترمه اللي بتحب النادي اللي مالهاش اغراض شخصيه. انما انا ما ينفعش النهارده يا كابتن زي ما قلت لحضرتك ان يبقى النادي ماشي كويس وانا اعرقل اعمل اخلق مشاكل ليه؟ اخلق مشاكل ليه؟ هل في حد من اللعيبه طلع اشتكى قال انا ناقص لي حاجه؟ هل في حد من الجهاز الفني طلع قال انه ناقص لي حاجه؟ يبقى كده الكلام يبقى صح. انما احنا النهارده الحمد لله ملتزمين. كابتن عاطف بس عايز يقول لك حاجه يا استاذ شريف بالحق قبل هقول لك على حاجه بدون ذكر ما اذكر اسمه. في لعيب عنده فيلا انا جبت الفيلا من النادي المصري. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. ده لعيب ساب النادي ومشي،
واخد بال حضرتك ازاي؟ كلام من الفتره اللي فاتت، ومش عايز اذكر اسمه، قال لك انا جبت فيلا من النادي المصري من ايامنا طيب. احنا كابتن، من ايامنا ايام مجلسنا ولا كان المجلس ده، وبعد كده المجلس كنت انت فيه، وبعد كده المجلس بتاع كامل ابو علي. كابتن عاطف هتقول حاجه؟ مستر شريف، ايوه يا كابتن عاطف، ازيك يا حبيبي؟ ازي حالك؟ ربنا يخليك. طبعا انت راجل لعبت كوره في النادي المصري، وراجل لعيب طبعا من ضمن الناس اللي في المجلس اللي لعبت كوره. احنا بس بنقول يعني طبعا المكان اللي انتوا فيه ده الف مبروك، وربنا يتمم ان شاء الله على خير، ونفضل على هذا المستوى. وطبعا الدوري طويل زي ما حضرتك عارف، بس انا طبعا ليا وجهه نظر، بس يعني طبعا اسمحوا لي ان انا اقولها طبعا لحبنا للنادي اللي احنا اتربينا فيه. انا شايف ان في بعض مراكز لازم تدعم يا استاذ شريف، يعني بعض مراكز ان شاء الله. يمكن الكابتن طارق يحيى اكيد حاطط عينه على بعض مراكز لتكمله الدوري، لان الدوري طويل ودوري قوي، واحنا خلاص حطينا نفسنا من الفرق اللي بتنافس على الدوري، فلازم نفضل على هذا المكان. والله يا كابتن عاطف، انت وجهه نظر حضرتك برضه سليمه، ولكن انا برضه حابب اعرف حاجه. احنا الحمد لله نمتلك فرقتين النهارده، في عندنا ولاد النادي مواليد 95 ان شاء الله. احنا طبعا بنوسع لكل الناشئين اللي موجودين في النادي بحيث ان هم ياخدوا فرصتهم، لان احنا تركيزنا الشاغل او تركيزنا اليومين دول ان احنا نطلع كذا لعيب بيستفاد بهم النادي في المرحله القادمه، بحيث ان احنا ما نعملش اعباء ماليه على النادي، ما اقعدش انا اشتري من بره واستورد. احنا النظريه دي مش في دماغنا، ولكن احنا حرصنا عشان النادي يكمل مسيرته. فاحنا يعني بنوسع لكل الناشئين لان عندنا لاعيبه مميزين، وعندنا لاعيبه 5 منتخب مصر، وعندنا الحمد لله لاعيبه في المنتخب الاولمبي، فاللاعيبه دي لازم تاخد فرصتها. فكون ان انا اسحم المكان بحد اجيبه ثاني او ثالث او رابع، فدي مشكله بالنسبه لنا، وهتعمل مشكله للاعيبه الصغار اللي احنا عايزين نطلعهم ان شاء الله، لان احنا هدفنا المرحله الجايه باذن الله ان احنا نعتمد على ابناء النادي المصري اللي هم مولودين في النادي المصري، ان احنا نديلهم فرصه واثنين وثلاثه، بحيث ان كل واحد يثبت وجوده، بحيث ان يبقى عمود من اساسيات الفرقه ان شاء الله. ده احلى كلام فعلا استاذ شريف بتقوله فعلا، ان احنا نعتمد على ابناء النادي. واحنا دايما في اي حلقه ايا كان معانا انا دايما بأشيد بدور مجلس الاداره الموجود، ودايما دافع المستحقات ومفيش اي متاخرات. شكرا للاستاذ شريف شدوى نائب رئيس مجلس الاداره. العفو حبيبي، ربنا يخليك. نرجع سريعا استاذ فؤاد، يمكن طبعا الوقت سرقنا في بعض المشاكل بسيطه، لكن احنا عايزين بقى نتكلم عن مستوى النادي المصري وفريق النادي المصري، ومن بدايه الاسماعيلي لغايه مؤخرا حرس الحدود.